يا خبر ابيض، ايه الحكايه يا هندسه؟ الحكايه كالاتي، العميله دي اتصلت بيا تمام، فقالت لي هندسه العربيه بتسخن مني ومش يوميا ومش على طول، ممكن تسخن خلال 5 كيلو، ممكن تسخن خلال 10 كيلو، ممكن ما تسخنش يوم بحاله. تمام. طب ايه الاجراءات اللي خدتها يا ست الكل؟ قالت لي رحت حوالي 3 4 صناعيه ومركزين، غيروا الريداتير، غطى الريداتير تمام، لغوا ترموستات الكوعه. جميل كده، وكل ده برضو والعربيه لسه بتسخن زي ما هي، ده غير ميه تبريد، المروحه بتشتغل في مواعيدها. فقلت لها كل العربيه دي كده فيها جوان، وانا على التليفون والله. قالت لي لا استحاله، ده كلهم قالوا لي ما فيهاش جوان. قلت لها كل اللي بقول لك عليه هاتي لي العربيه، والفيصل بيني وبينك جهاز الكبس ده ده بقى بيطمني قبل ما احل العربيه. بكبس غرفه غرفه، القرايات بتاعته توضح لي ان كان في تسريف في غرفه او الكبس هربان او في مشكله. طيب هي لما راحت للصناعيه ليه ما قالوا لهاش جوان؟ لا قله خبره ومفيش جهاز. ده جهاز الكبس، ده جهاز كبس المكنه، ده من اهم دلوقتي المستلزمات جوه الورش والمراكز. ده عامل زي بتاع العجل. بس ايه بمراحل بيعدي تمام. لك بقى انت تخيل اللي هي من كتر ما راحت عند ناس ومن كتر ما عملوا شغل في العربيه وهي تفضل تمشي على العربيه وهي سخنه، تخلي كل العالي اللي في شوان وش السلندر ده بقى فراغ في وش السلندر. فلازم انت تفوت كبس. عمل بارومه جوه وش السلندر، فبقى مهرب كبس العربيه كله. طب مشي وحراره. ما طحنتش ليه؟ طيب بص يا استاذ احمد بقى، في حاجات بعيده شويه عن الفنيين او بعيده شويه او قله خبره، اللي ممكن الجوان يضرب من غير ما العربيه تطحن، اسمه يضرب على نضيف. احنا مسمينها كده، يضرب على نضيف. انا اول مره اسمع المصطلح. لا يضرب على نضيف، اللي هو ممكن يضرب من غير ما يطحن العربيه، واديك المفاجاه كمان ممكن يضرب وما ينقصش ميه كمان، بس يخلي العربيه تسخن باستمرار يعني على طول، درجه حراره ترتفع. يعني الميه ما تنقصش والمروحه شغاله. العمليه دي المروحه شغاله في مواعيدها، الريداتير الميه ما بتنقص، كل بس اللي بيحصل لها وده برضه ساعات بيبقى تشخيص خاطئ، اللي القربه بتنزل ميه. تمام. فطبعا لو سالت اي فني بتاع عربيات شيري او اسبرانسا هيقول لك ده عيب غطا ريداتير. هو طبعا مش غير شيري واسبرانزا. حتى لو سالتني انا الجميله دي 113 طبعا من الزمن القديم، من العربيات الجميله يعني. بص يا فندم، ده كده البلوكه بتاعت الموتور. لكن انت تخيل اللي فيه ظلم حصل للعميله، اللي يخلي البلوكه كمان تتبهدل بالمنظر ده عشان هم مش عارفين. بدل التكلفه الاول ما كانت هتبقى جنيه، دلوقتي بقت هتبقى 10 جنيه. يعني هي مش هتغير جوان بس؟ لا ده هنغير طقم جوان، ودنا الوش هيتملي مكان الفراغات دي ويرجع يتقشط. هو معمول قبل كده؟ لا ما هو ده عمل فيه بارومه. يعني هيضطر يملى، يعني مش هينفع من اول لا مره. ده احنا نملى ونقشط من اول وجديد عشان نرجعه متساوي. تمام. وهنجيب كمان حد هنا يراجع لنا على البلوكه ان كانت مقفعه ولا مش مقفعه. طب ما تراجع عليها انت. لا لازم خراط يجي يقيسها. ده بقى الشغل الصح، عشان العربيه لما اقفلها من اول مره ما ترجعليش تاني، عشان ما تبقاش مقفعه فتبوظ لها جوان تاني. بالظبط كده. هو ده كواليتي الشغل بقى اللي المطلوب، احنا عايزين نخرجه، اللي الشغل هنا تطلع ما ترجعلناش تاني. بس كده. ربنا يستر على الجميع. ربنا يستر على الجميع.